مساء الخير. في فيديو النهاردة هنتكلم عن The Nice Girl Syndrome أو The Good Girl Syndrome أو متلازمة البنت الطيبة. طيب دلوقتي في نوعين من الطيبة. أول نوع هو إنك بتبقي طيبة لأسباب صح نابعة من جواكي، طالعة من إنك شخص مليان عاطفة وما عندكيش غرور أو أنانية أو حقد أو غل للآخرين، بس في نفس الوقت عارفة قيمتك وبتحترمي نفسك وحاطة حدود في تعاملاتك ومحدش يقدر يتعدى الحدود دي. وفي نوع تاني هو انك بتبقي البنت الطيبة بس الأسباب غلط، ودول بيبقوا الناس اللي أطلق عليهم البيبل بليزرز، ودي ناس بتتصرف بطيبة لأسباب طالعة من عدم ثقتهم في نفسهم، والنوع ده بيتم استغلاله ومش بيحظى بالاحترام اللي يستحقه. النوع ده من الناس بيبقوا مركزين ان هم يرضوا كل الناس على حساب نفسهم وبيبقوا مليانين insecurities، فما تتبسطيش قوي لما الناس تقعد تقولك ان انتي طيبة جدا. البنت الطيبة بتبقى دايما محتاجة تاخد approval من الناس التانية، ومش معنى ان انتي هتبطلي انك تبقي البنت الطيبة معنى كده ان انتي هتقلبي وتبقي البنت الشريرة، لا، انتي هتبقي حاطة حدود لنفسك وبتحترمي نفسك اكتر ومش بتسمحي لأي حد انه يستغلك. البنت الطيبة بيبقى دايما مطلوب منها انها تبقى هادية ومؤدبة وما تعملش أي غلطات وتحاول ترضي كل الناس حتى لو على حساب نفسها. أي حد بيلجأ لها لما يكون عنده أي مشكلة وبتشيل مسؤوليات مش بتاعتها أصلا، تاخد شغل أكتر وتسمع للنقد من غير ما تقاوح، هتوقف أي حاجة بتعملها في إيدها علشان تساعدك لدرجة إنها ممكن تضر نفسها. على طول بتسامح وبتنسى وعايشة للناس مش عايشة لنفسها. على طول بتدور على الفاليديشن من الناس التانية لأنها بتبقى شايفة إن ده بيعلي من قيمتها. ما تعمليش كده، حطي حدود واعرفي قيمة نفسك، وخليكي عارفة ان انتي اللي بتعلمي الناس ازاي يعملوكي ويشوفوكي بالطريقة اللي انتي بتعاملي وشايفة بيها نفسك. قدمي لنفسك الاحترام والدعم اللي بتقدميه للناس التانية، واهتمي بآرائك وصدقيها، وعيشي اللحظة اللي انتي حساها وما تبقيش a people pleaser. لما تبذلي فوق طاقتك للناس هتلاقي ان طاقتك خلصت، هتحسي ان تم استغلالك وهتحسي انك بقيتي فاضيه، هتحسي ان كل الناس بتقولك انها بتحبك بس انت مش حاسه الحب ده. دايما الناس بترمي عليكي مشاكلها ويطلبوا منك طلبات من غير حتى ما يسالوا عليكي ويعرفوا اذا كنت انت كويسه وتنفعي تدي في الوقت ده ولا لا. لما الناس بتطلب مساعدتك انت على طول بتبقي موجوده، لكن لما انت تحتاجي مساعده وتيجي تطلبيها من حد بتلاقي كل الناس مشغوله. هتلاقي في ناس كتير ما بتكلمكيش وما بتلجألكيش غير لما يكون عندهم مشكلة أو عندهم طلب. محدش هيحاول يسأل عليكي ويشوف إذا كنت انتي كويسة ولا لأ، وده أصلا علشان انتي أصلا نفسك ما بتقعديش مع نفسك كده وتشوفي هل انتي كويسة ولا لأ فعلا. في حاجة مهمة قوي عايزة أقولها لك، لازم تبقي عارفة إن انتي عمرك ما هتعرفي تنقذي كل الناس، وعمرك ما هتعرفي تلحقي أو تغيري أو تنقذي أي حد هو أصلا مش عايز يغير نفسه او ينقذ نفسه. وعاوزه اقولك على حاجه كمان مهمه، عاوزاكي تعملي سلام كده مع نفسك لما تحسي ان الناس فاهماكي غلط. اشرحي نفسك مره وبس، وما تحاوليش تشرحي نفسك تاني، وحاولي تفهمي ان اتس اوكي، مفيش مشكله ان الناس ما تفهمكيش، لان احنا كلنا جايين من بيئات مختلفه وثقافات مختلفه وتربيات مختلفه، عادي جدا انت ممكن تعملي حاجه اللي قدامك ما يفهمهاش، فما تحاوليش، او ممكن يحطوا ظنون غلط، فما تحاوليش تصلحي الظنون دي او تحسي انك متضايقه قوي وعاوزه تصلحي له وجهه نظره باي طريقه، لانه اولا ده مش هيحصل، ثانيا ده هياخد كتير قوي من طاقتك. بطلي على طول تحاولي تشرحي وجهه نظرك وبطلي تعتذري على الفاضي والمليان. البنت الطيبه هتاخد شغل زمايلها وتعمله رغم ان مفيش اي داعي لده، هتسهر في الشغل علشان المدير عاوز يسلم المشروع في وقت unrealistic، مفيش مشكله انه يضغط عليها وهي اكيد هتقوله حاضر ونعم. لو حد طلب منها اي مساعده وهي تعبانه هتيجي على نفسها وهتعملها، مش هتقدر اصلا تقولك انها تعبانه، وهتبقى اصلا شايفه نفسها مش مهمه، وان انت طلبك ومساعدتك دي اهم بكتير منها ومن احتياجاتها هي نفسها. لكن لما هي تيجي تطلب مساعدتك انت مش هتحس انها worth انها تتساعد اصلا، ولما تقولها ان انت مش هتعرف تساعدها هي مش هتتضايق ولا هتزعل، وعادي جدا هتلتمس لك الاعذار من غير حتى ما انت تقول اي اعذار، بل هتلاقيها هي اللي بتعتذر لك اصلا انها كلمتك وضيعت وقتك الثمين. البنت اللي بتساعد كل الناس على حسابها، الشخص الوحيد اللي ممكن تقوله لا هو نفسها. الناس بقى بترد للبنت دي جميلها ازاي؟ انا هقول لكم.
بيستغلوها اكتر وبيبقوا شايفينها اداة للمساعدة وتسهيل حياتهم. هي طيبة بس مش لدرجة ان انا اخد من وقتي واساعدها لما هي تبقى محتاجة مساعدة، او اني اجي على نفسي في اي حاجة وابقى افيلبل ليها. مش هينوبك غير انك هتحسي بالاهانة والاستغلال والحزن، هتحسي انك وحيدة وهيجيلك اكتئاب. طيب تعملي ايه بقى علشان ما تبقيش البنت الطيبة؟ اعملي عكس كل حاجة كنتي بتعمليها ومخك كان بيقولك ان هو ده اللي لازم تعمليه. خليكي انانية، خدي بالك من نفسك قبل اي حد، اهتمي بالطاقة بتاعتك وما تطلعهاش لاي حد. اتعلمي تقولي لا من غير ما تشرحي نفسك. لا وخلاص مش هينفع. ليه لا؟ سيمبلي علشان انا مش عاوزة. اتعلمي تقولي لا مش هينفع اساعدك علشان انا عندي مشاكلي اللي بتعامل معاها دلوقتي وبحاول احلها، ومش ناقصة فوق مشاكلي مشاكل. لا مش هينفع اساعدك في شغلك لاني مسحولة في شغلي. التصرفات اللي مخك هيقولك ما تعملهاش هي دي بالظبط التصرفات اللي هتركزي ان انت تعمليها. التصرف اللي مخك هيقولك ما تعمليش التصرف ده علشان ده اناني، هو ده بالظبط التصرف اللي انت لازم تعمليه. واحده واحده هتلاقي الناس بتعاملك بطريقه مختلفه، هيعرفوا ان انت اتغيرتي، وممكن اصلا تلاقي ناس كتير قوي اختفت من حياتك، ودي هتبقى حاجه كويسه جدا، لانهم خلاص هيبقوا عارفين ان هم مش هيعرفوا يستغلوكوا تاني، فخلاص هم مش عايزين يبقوا في حياتك تاني. وفي ناس تانية هتبصلك بطريقة مختلفة تماما، هتلاقيهم بيحترموكي أكتر ببساطة لأنك بقيتي بتحترمي نفسك أكتر. الموضوع هيبقى صعب وصعب قوي كمان في الأول، بس معلش keep going علشان نفسك، وهتلاقي إن انتي بقيتي بتجذبي ناس أحسن لحياتك، بتحترمك وبتساعدك، ومبدأ الاستغلال ده مش عندهم. هساعدك وتساعديني ومش هستغلك عشان انتي طيبة. هتلاقي شغلك بقى أحسن، وهتلاقي إن انتي عملتي صداقات أحسن، وأهم حاجة إنك هتعرفي قيمة نفسك وثقتك في نفسك هتزيد، وحياتك هتبقى أحسن. اتغيري عشان نفسك. مع السلامة.